السلام عليكم ومرحبا بكم. معكم زينب من قناة شهوة زينب مع فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا اليوم دائما في إطار التحضيرات الرمضانية. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم شباكية معلكة فتية غزالة تجي وكذلك شربة العسل وبمقادير اللي جد مضبوطة بالنسبة اللي غيديرها أول مرة ولا اللي غادي يبغي يدير يعني الشباكية. فجبت لكم مقادير فعلا اللي مضبوطة بقياس كاس ديال العنبه بلا غرامات بلا حتى شي حاجه، ونتمنى انكم فعلا تجربوها حيت كتجي زوينه بزاف. فقط غادي ندير معكم نصف الكميه. كما كتشوفوا معايا هنايا شباكيه كتجي موحده في اللون زوينه. غادي نعطيكم جميع الاسرار ديال النجاح ديالها، فقط تابعوا الفيديو حتى الاخير وما تنساوش انكم تشجعوني باللايك ديالكم وكذلك التعاليق ديالكم اللي كتحفزني، وكذلك اللي كيزور القناه ديالي لاول مره يشترك فيها ويفعل زر الجرس باش كيوصلوا كل جديد كنحطو. فنبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير بساطين بزاف. اول حاجه غادي ناخذ نص كيلو ديال الدقيق الابيض الفورس، وغادي ناخذ معكم الغربال باش غادي نغربل فيهم دوك الزرارع. عندي هنايا معلقه كبيره من حبه حلاوه، عفوا معلقه صغيره عامره من حبه حلاوه، وعندي معلقه صغيره عامره من نافع، وعندي كذلك معلقه صغيره ممسوحه من القرفه. كما تشوفوا هنايا غربلتهم وداكشي اللي بقى غادي نحيدو باش هكايا ما يقطعش لينا الورقه اولا العجين ملي نكونوا كنطلقوه. وكما شفتوا معايا عندي الكوزه، غادي ندير واحد الرشيشه خفيفه. هنايا عندي نص كاس ديال اللوز ونص كاس ديال الزنجلان. بالنسبه للقياس ديال الكاس فاخذت كاس ديال العنبه الصغير اللي السعه ديالو 150 مليلي، يعني كيسان ديال الاتاي الصغار. من بعد هنايا طحنت اللوز وطحنت زنجلان حتى تعلكوا مزيان، ما تخليوش فيهم دوك الحبيبات باش هكايا ما يقطعش لكم العجينه ملي تكونوا كتلقوها. كما تشوفوا معايا هنايا غادي نحاول ندمج المكونات اللي ذكرت معاكم بهذه الطريقه هذه حتى كندخل هذيك الزنجلان واللوز والنافع وحبه حلاوه والقرفه والكوسه في الدقيق كما تشاهدوا معايا. نتوما غادي تشوفوا هنايا الفيديو مزرب، ولكن في الواقع انني خديت وقتي باش انني نرملها في المرحله الاولانيه عاد باش غادي ندوز نكمل باقي المراحل. من بعد هنايا كما تشوفوا درت واحد الحفره، خديت نصف كاس ديال الزيت النباتيه، ممكن ديروا زيت الزيتون. عندي نصف كاس ديال الزبده اللي تكون نوعيه جيده، نص كاس دايب ديال الزبده. و كما تشوفوا معايا هنايا غادي نبدا كنخلط هذيك الزيت والزبده وندخلهم في القوام الاولاني اللي درت. اي حاجه ما فهمتوهاش في الفيديو خليوها ليا في التعليق، غادي نعاود نشرحها لكم ان شاء الله. اللي ما فهمتوش قولوها ليا. صافي كما تشوفوا هنايا غادي نحاول ندخل هذيك الزبده والزيت مزيان في داك القوام. كما قلت لكم اللي ما بغاش يدير الزيت النباتيه فيعوضها بزيت الزيتون ماشي مشكل. صافي من بعد هنايا غادي نكملوا باقي المقادير. كما تشوفوا هنا درت حفره وغادي ناخذ الخميره الكيميائيه او الخميره ديال الحلوه. غادي ناخذ ربع ملعقه، هنا عندي المعلقه صغيره بزاف يعني غير ربع ملعقه من المعلقه الصغيره. وعندي هنايا الراس ديال المعلقه ديال الخميره الفوريه، راس يعني قبصه ديال الخميره. اللي ما تعرفش يتعامل معها ودو ما خفيفاش في الخدمه بلا ما يديرها. وعندي هنايا جوج ديال المعالق كبار ديال الخل، وعندي بيضه كامله وعندي هنا كاس ديال ما زهر مخلط مع ضويمه ديال زعفران حور، ممكن ديروا زعفران شعره بوحديته الا كان متوفر. صافي كما تشوفوا معايا هنايا فغادي نخلط القوام وغادي نشوف واش هادشي كافي غادي يجمع ليا هاد العجين او لا.
في الاخير ما احتاجيت نزيد حتى شي اضافه. داك البيضه وداك الكاس ديال المزهر جمع لي العجين. كل ما كنجمع فيها كل ما كنجمعها كل ما كنحس بها كتقصح وكتجمع، وهذا هو القوام اللي حنايا بغيناه. بغينا العجينه تكون هكايا قاصحه شي شويه، ماشي بزاف وماشي مرخوفه عاوتاني. الا كانت مرخوفه غادي تعذبكم. هذا اللي قلت لكم القياس اللي عطيتكم فهو قياس مضبوط بزاف، يعني عطيتكم داكشي اللي درت باش هكايا تنجح معكم ان شاء الله الوصفه. كما تشوفوا معايا هنايا دلكتها واحد شويه وغادي نقطعها على 4، وغادي نشكل من كل يعني قطعه كره، غادي نشكل منها كره كما تشوفوا معايا هنا. وغادي نحاولوا نديروا واحد القطع اللي متساويه باش هكا يجيونا الكرات ديالنا متساويين بهذه الطريقه هذه. صافي كنكمل الباقي بنفس الطريقه وغادي ندوز نشكل لكم اول وحده. غادي ناخذوا الاولى وغادي نطلقوها بالدلاك، كلهم غادي ندير لهم نفس الطريقه وغادي ندير لهم ميكا وغادي نخليهم يرتاحوا واحد شويه ونبدا نخدم بهم كما تشوفوا معايا هنايا. الا لقيتوا العجين بحال هكايا ديروا شويه دقيق ما فيها باس ماشي مشكل، غير شي شويه ماشي بزاف. انا هنايا ما احتاجيتش ماشي مشكل، عرفت كيفاش نخدم بها. بالنسبه اللي ما عرفتش يخدم بها دير واحد شويه ديال الدقيق، هي راه ما كتلصقش وانما تفاديا يعني شي صعوبه ماشي مشكل الا درتو شي شويه ديال الدقيق. صافي غادي نكمل باقي الكرات بنفس الطريقه، كنطلقهم هكايا على الطول وكان نلوي جنب على جنب بحال هكايا كما غادي تشاهدوا معايا في الفيديو. صافي وغادي نديرهم قلت لكم في بلاستيكه اولا في البلاستيك الغذائي وغادي نخليوهم على جنب. صافي ونبداو نخدموا باول وحده بديناها كما تشاهدوا معايا هنايا. صافي هنايا ساليتهم من التشكيل، غادي نديرهم في البلاستيك ونخليهم على جنب. بما انه الجو بارد ما تحتاجوش انكم ديروهم في الثلاجه. غادي ناخذ واحد شويه ديال الدقيق وغادي نرش به سطح العمل. الا كانت عندكم العجينه قصح من هذه اللي درت انا ما تحتاجوش. انا عندي شي شويه ما قاصحه ما رطبه، احتاجيت واحد شويه ديال الطحين ولكن تنمسحو بيدي، يعني ملي كناخذ منه غير شي شويه كنطلق به ولكن كنمسحو وكنكمل كما تشاهدوا معايا هنايا. خديت واحد مستطيل واحد من العجين وقطعته في النص وغادي ندوزو في الماكينه. الا درتو كامل غادي يجيني طويل داكشي علاش قطعته. بالنسبه لهنايا لهاد الماكينه هذه اللي عندي انا ديال الطليق ديال العجين، فكندوزها من الغليظه من الجهه الغليظه وعاد المويان وعاد الرقيق، يعني كندوزها على 3 ديال الارقام. ما غاديش نقدر نحدد لكم الارقام فكل ماكينه ديال العجينه كيفاش السيستم ديالها. بالنسبه لي انا كندوزها من الغليظه حتى للرقيق حتى تعطيني واحد السمك اللي رقيق. من بعد هنا كناخذ واحد القطاعه خاصه بالشباكيه، هما كيتباعوا متوفرين عند الناس اللي كيبيعوا الحلويات. هذه كتسهل صراحه علينا الخدمه بزاف. صافي كنقطع بهذه الطريقه دفعه واحده وكنبقى كنشكل منهم الشباكيات. بالنسبه للجوانب اللي تيشيطوا لينا كنجمعوهم وكنديروهم في البلاستيكه وكنعاودو نخدموا بهم في الاخير. واخا تشوفوني هنا مزربه الفيديو في التشكيل فغادي ندير لكم واحده اخرى وغادي نقول لكم كيفاش غادي تشكلوها، واي واحد يعرف شي تشبيكه يديرها. اهم حاجه هو العجين والقوام، واهم حاجه كذلك العجينه ما تكونش غليظه وما تكونش رقيقه. الا كانت غليظه بزاف غادي تكون معجنه، ولا كانت رقيقه بزاف غادي تجيكم قاصحه. حاولوا تاخذوا هاد النصائح بعين الاعتبار. صافي بالنسبه للتشكيل كناخذ الشريط فيه 5 وكندير الاول على الثالث وكنقرصهم من الجناب وكنقلب. تنظن سهل. غادي نعاود معكم واحده اخرى. انا راه ساليت التشكيله الاولى، غادي ندوز للتشكيله الثانيه. كنهز الطرف الاول على الطرف الثالث والطرف الاول والثالث على الخامس وكنقرص من الجناب هانتوما كما تشاهدوا معي في الفيديو. الطرف الاول على الثاني والاول والثاني على الخامس، ودوك الطرف اللي بقاو لينا كنقرصوهم مزيان تنسدوهم باش كتشكل لينا هاد الوريضه هادي. صافي وكنحطوهم في صينيه وكنخليهم حتى كينشفوا مزيان عاد باش تندوزو تنقليوهم. ضروري خصهم ينشفوا، الا نشفوا تجينا الشباكيه ديالنا رطبه
ولا درتوهم به فيه خضرين تتبقى شي شويه قاصحه. صافي من بعد هنايا خديت العسل. انا هذا هو العسل اساسا اللي كنستعمل، ما كنديروش غير في الشباكيه، فكنديرو حتى في البغرير في كل شيء. هذا هو العسل اللي انا كنستعمل، زوين بزاف وثقل شي شويه ماشي خفيف. هذا العام صراحه ما صاوبتش نهائيا العسل، فقط اكتفيت باللي عندي موجود. صافي كما تتشوفوا معايا هنايا غادي نبدا تنقلي من بعد ما شي شويه نشفات الشباكيه ديالنا. خديت مقله ودرت فيها الزيت الكافي. بالنسبه للزيت سخنتها ماشي لدرجه انها طابت، سخنتها ونقصت عليها البوطه واحد شويه وبداو تيطيبوا لينا الشباكيات ديالنا. علاش نقصت عليها؟ الا جهدنا البوطه غادي تخطف لينا الشباكيه، وغادي تكون من الداخل معجنه ومن البرا طايبه، يعني هي محمره ماشي طايبه، يعني ملي كتعضيها كتكون مازال خضره. هادشي علاش كنقصوا منها. صافي كنبقى هكايا مستمره في التقليب ديالهم وكنقادهم. انا حاولت نخدم بهذا العود ديال السوشي باش هكايا كنحاول نقلبهم في خاطري، يعني كندخل داك العويد في داك التقيبات ديال الشباكيه وكنبقى تنقلب. صافي كنبقى غاديه بنفس الطريقه حتى كتوجد ليا واحد الكميه. ومن بعد ما ساليت القلي ديال شباكيه وعسلتها، فكانت هذه هي النتيجه. زينتها بالسنجلان، ونتمنى بصح انها تنال الاعجاب ديالكم وانكم تجربوها، لان فعلا كتجي لذيذه لذيذه بزاف. وكما قلت لكم ملي كنطيبوها على نار اللي مهيله وكنحاولوا نقادو اللي هم الطياب، فكيجينا لون واحد، ما كتجيناش محروقه نهائيا. وهالنتيجه كما كتشوفوها قدامكم فعلا رائعه بزاف، والحمد لله اي واحد ذاقها عجباتو. وماشي اول مره يعني كندير شباكيه، ولكن هاد المره هذه درتها انا بطريقه اللي مختلفه على الطرق اللي مولفه كنديرهم. كنت مولفه كندير كميه كبيره، هاد المره قلت فقط غادي نكتفي بكميه اللي قليله شي شويه. نتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تجربوه، ونتمنى كذلك انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاحباب والاصدقاء باش هكا تعم الفائده. وكما قلت لكم غادي نخلي لكم جميع المقادير وجميع النصائح في صندوق الوصف، وكذلك غادي نخلي لكم الروابط ديال العسل وكذلك الشباكيه ديال السنوات الفارطه اللي كنت درت معكم. ما بقى لي نقول لكم غير بسلام عليكم، ونتلاقاو مع فيديو جديد ووصفه جديده.